السلام عليكم، كي دايرين؟ صافا بخير؟ لاباس عليكم؟ غادي نصيبو ان شاء الله واحد الطاجين ديال الصنور والسامبير. هنا كاين حتى هو كاين هنايا طريفه سامبير، طريفه ديال الصنور. شوفوا الصنوره كتخنزر فينا. المهم انا ما غاديش نوري حتى شي حاجه لان دايره واحد الروينه هنا حدايا. الا وريتها لكم غادي تخلعوا ما تبقاوش تشوفوا في القناه ديالي. على داكشي علاش انا نوريكم داكشي مزيون. مهم انا راه فرشت ليه دجاج الربيع، وهذوك المطيشات اللي حكيت القشر ديالهم حتى خليتها لتحت. فرشت ليه دوك العويدات ديال القزبر ديال المعدنوس. انا كنسخن في الزيت ان شاء الله وغادي نكمل معكم الباقي. المهم هذا الزيت سخون، كندير فيه فله حمراء ودغيا كنطفيها بالماء. باش ما تحرقش الفله. المهم دوك الفلفله عاد باش كنبدا دابا نزيد عليها القامه. غادي نزيد الحرور، نزيد الثومه مدقوقه. هادي هكا كيعطي اللون زوين وما كيجيش داك المذاق ديال الفله حمراء او التحميره او البابريكا. كندير هنا الهريسه وغندير قزبر معدنوس، قزبر معدنوس والكرافس. غندير الحامض معصر وغندير مطيشه محكوكه. عندي واحد 3 ديال المطيشات حكيتهم. ما جبتش الباقي القامه بلاتي نجيبو. وزدت الكمون، غندير خرقوم بلدي وغندير شويه ديال الابزار. هي بصراحه الشرميله راه ما معهاش الابزار، راه حنا ولا كنزيدوا الابزار. وغنزيد الحامض هذا مصير. صافي غادي نخلط هادشي وغادي ندوز فيه هادشي كله اللي كاين هنايا ونرجع معكم. زعما الحوت ها هو من بعد ما دوزت الحوت كله في هذيك القامه، حطيت هذوك العريشات هذو ديال الكرافس، درت شويه الفلفله، شويه ديال البطاطا، داكشي قليل ما بغيتش نكثر. وغادي نحط فوق منه هكا داك لاصوص. صافي وغادي نديرو ان شاء الله غادي يطيب. غنخليه حتى يطيب ان شاء الله. وغنزيد فوق منه واحد 2 معالق ديال زيت الزيتون. صافي ها هو دابا الطاجين ديالنا جاهز. انا غادي نسد عليه وغادي نديرو ان شاء الله يطيب. وها هو من بعد ما وجد كيجي يا سلام معتبر. انا بالنسبه لي ديك المرقه اللي كيطلق كنحيدها وكنديرها هكا في كاسرونه وكنشعلها كنخليها حتى كتقال وكنسقيه بها هكا من الاخر، يعني باش الانسان كيلقى فين يغمس، لان كيبان لي كما كيبان لكم الطاجين راه نشف. كل مره كنت كنحيد منه انا داك الماء وكنديروها بحال هكاك. المهم نتمنى الطاجين ان شاء الله يعجبكم لان فعلا جبنين مشيتكم فيه. ومرحبا بالجميع في القناه ديال شهوات الجوطه، والى فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.